جماعة أنا زعلانة جدا دلوقتي عشان كان عندي برد النهاردة، فمامتي عملت لي شوربة جاية بدوقها، كان طعمها حلو جدا، بعدين جاية بقرا اللي مكتوب عليها. انت بتعيطي ليه طيب؟ يعني الشوربه طعمها حلو، انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ لقيت إنه مكتوب شوربة لسان عصفور. المشكله بتعيطي ليه يعني؟ المشكلة إن هي كان فيها ألسنة كتير جدا، يعني مثلا أنا حاولت أعدهم كانوا 200 لسان. 200 لسان؟ انت عديتي الألسنة اللي في لسان العصفور؟ يا نهار ابيض. لا لا، كده كتير كتير قوي عليك. بس مش ألسنة عصافير، أنا بس حتى لما أفكر إن هما مسكوهم وقطعوا لهم ألسنتهم وحطوهم عشان يعملوا شوربة في الآخر. كنت تشربي ينسون، اشربي اي حاجة، مش لازم يعني شوربة وفيها عصافير اتقتلت وكده يعني. دي حاجة بتضايقني جدا من جوه، فأنا متضايقة جدا دلوقتي. عايزة أقول للناس عشان اكتشفت إن كذا حد بيشربها، لو انتوا عندكم برد أو عايزين شوربة اشربوا شوربة كريمة، شوربة مشروم مثلا يعني ليمون حلو، بينما ليه تشربي ألسنة وتاكلي ألسنة وعصافير تتقتل؟ بس مش لازم إن احنا نعذب الحيوانات عشان نشرب شوربة. بس أنا متضايقة جدا، بس أنا بحاول أنسى، بس الموضوع بجد مضايقني. انا مش عارف هي بتعيط ليه، بس الف سلام عليك يا زينة. يا ماما، ما عنديش تشربي لسان عصفور تاني. شكرا، باي باي.